درتوا اليوم؟ اليوم كانت دورة استثنائية ديال مجلس مقاطعة سيدي مومن. ناقشنا فيها نقطة فريدة ديال متعلقة بحصر النفقات ديال المقترح ديال 27. كانت مناقشة مستفيضة وصادقنا بطبيعة الحال مع تعديلات مع اقتراحات، وهذا الشيء سبقته اللجنة المالية البارح، وكان فيها نقاش قوي وساخن. كنتمناو هذا الشيء يترجم على ارض الواقع. فهمتي، حنا كفريق استقلالي راه درنا الكلمه باسم الفريق وعبرنا على وجهه نظرنا في الاداء والتدبير المالي، وقلنا خاص شويه السرعه باش ننجز مجموعه ديال العمليات الماليه. حنا على بعد واحد السنه ونيف من نهايه المجلس الحالي. بالتالي الاشتراك الحقيقي والفعلي سيكون الناس ديال المجلس وعلى راس المكتب المسير اللي كيتحمل المسؤوليه مع السيد الرئيس. قلنا انه ليس باي حال من الاحوال الانشطه دار بلا ما ترجع للهياكل ديال المجلس. قلنا انه هناك فصول تحتاج الى دعم زياده لانها تلبي الاحتياجات ديال الساكنه ديال الممنيه. ناقشنا مجموعه ديال القضايا المتعلقه بالشان المحلي، النظافه، الاداره العموميه، البيئه، السكن. فهمتي، يعني سيدي مومن حاله خاصه، وضعيه خاصه. آن الاوان باش نفكروا باش يكون تقطيع ترابي جديد. آن الاوان باش نزيدوا شويه في المنحه المقدمه. آن الاوان باش يعني نديروا اداره بشريه تدير الشأن المحلي بكفاءه عاليه وبتفاني. يمكن كاين الناس يخرجوا تقاعد، يمكن الناس ما مأديوش الادوار ديالهم، بعض كنتكلم بعض، فما يمكنش ننزلوا باي حال من الاحوال هذه البرامج وهذه التوقعات وهذه المشاريع دون اداره ديال الموظفين كفء ومتفانيه وحاضره وغيره. سي مرحاني، واش انت كنائب رئيس كيفاش كيبان لك هذا الانتخاب، هذا التصفيت اللي داروا هذا اليوم؟ واش كاين الصيانه؟ اولا لقينا حركيه في الصيانه الاعتياديه ديال الطرقات الشوارع الحمد لله، وين تاخرت شويه حنا كنقولوها ما عندناش اشكال، حيت تعطلنا واحد السنتين هو اللي خلق لنا هذه الفجوه هذه ديال الصيانه الاعتياديه ديال الطرقات. دابا الان الحمد لله راه اشغال قائمه هنا وهناك على مجموعه تراب المقاطعه ديال سيدي مومن. خاصنا مزيد من الصيانه الاعتياديه ديال الطرقات. خاصنا نبنيو ونشقوا الطرقات ديال اللي موجوده في تصميم التهيئه الاخير ديال 2015 2025 باش نقول لك راه حوالي 40% من الطرقات اللي موجوده على الوراق ما كايناش في الواقع. 40%، يعني هذا الصداع كامل قايم على 60%. شوف حالتنا كي دايره. خاص مجلس المدينه يلتفت. هي المقاطعه كتخصص واحد الغلاف مالي مهم، ولكن مجلس المدينه يواكبنا ويزيد حتى هو في الدعم وفي المسانده، وهذا كله من اجل الساكنه الممنيه والساكنه ديال سيدي مومن التي نحن منها. اولا نحن اولاد سيدي مومن وغيورين عليها ومستعدين اننا نضحي بالغالي والنفيس من اجل تنميه مقاطعه سيدي مومن ومدينه الدار البيضاء والمغرب الحبيب باكمله تحت القياده الساميه صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه والشفاعه. شكرا سيدي. السلام عليكم، سميه يوسف، عضو مجلس المقاطعه ديال سيدي مومن. اليوم كانت عندنا دوره استثنائيه لاجل دراسه والتصويت على الميزانيه ديال المخصص المالي ديال 2027. هذا المخصص المالي بطبيعه الحال اللي جاوبت فيه واحد المجموعه ديال التبويبات واللي طرقنا من خلالها لمجموعه ديال الاسئله اللي كتخص بطبيعه الحال المخصص المالي ديال 2026، لانه اليوم طرحنا السؤال حول اوجه صرف الميزانيه ديال 2026، خاصه وانه ما عندناش واحد اللائحه ديطايي ديال واحد المجموعه ديال الامور، واللي طالبنا بطبيعه الحال السيد الرئيس بان تكون هذه العمليه. ثانيا هو طالبنا كذلك من خلال هذه الدوره هذه بانه يتم عقد اجتماع مع الشركه ديال العمران باش نحاولوا ما امكن تعرفوا
على اهم الاشكالات اللي كتعاني منها منطقه السلام 2 والسلام 1 في اطار التنفيذ ديال الاتفاقيه الرباعيه اللي اليوم كتنفذها الشركه ديال العمران، واللي كتعرف بطبيعه الحال واحد التذمر كبير من طرف الساكنه. كذلك كان هناك نقاش على الاشغال، واللي من خلاله بطبيعه الحال قلنا كيف ما كيداولوا بعض الاخوان بانه نمارس المعارضه من اجل المعارضه، ولكن حنا ما كنمارسوش المعارضه من اجل المعارضه، ولكن مجموعه ديال النقاط ومجموعه ديال الاشغال اليوم اللي كتطرح على مستوى ديال سيدي مومن. كنا من المبادرين منذ بدايه هذه الفتره الانتدابيه وحتى في الولايه السابقه بانها كنطرحوها كاشكالات، واليوم الانجاز ديال هذه الاشغال حتى واحد ما هو ضد انجاز الاشغال على مستوى ديال سيدي مومن، ولكن على مستوى الجوده ديال الاشغال وبحكم اننا حنا فاعلين سياسيين ماشي فاعلين تقنيين، فاننا كنطرحوا السؤال حول جوده الاشغال، خاصه وانه كاين في بعض المناطق فيها تذمر من طرف الساكنه وهذا حقهم. يعني واحد السكان اللي كيعيشوا واحد 7 شهور في واحد المنطقه معينه كما شفنا في المنطقه ديال العطور من حقهم يتساءلوا على هذه الجوده ديال الاشغال والشركه اللي كتقوم بهذه الاشغال. كذلك حول الانتقائيه في الاختيار ديال واحد المجموعه ديال الشوارع والازقه، كاينين واحد 3 ديال الصفقات اليوم اللي كتصرف عليها المقاطعه ديال سيدي مومن مصلحه الاشغال، ولكن كنشوفوا واحد النوع ديال الانتقائيه. اليوم كنشوفوا التاخر الحاصل على مستوى الحي النعيم، كنشوفوا التاخر الحاصل على مستوى الحي ديال الريان، على الامان، على واحد المجموعه ديال الازقه في سيدي مومن، في الهدى، في المناطق ديال الكرام الى غير ذلك. اليوم كنقولوا علاش هذه الانتقائيه وعلاش هذا البطء الكبير في انجاز هذه الاشغال اللي كنتمنوا بان تخرج حي الوجود، واللي بطبيعه الحال كنعاودوا نقولوها بانه حتى شي واحد ما ضد الاشغال في سيدي مومن، ولكن حنا ضد هذا الغش وهذا غياب الجوده اللي كتعرفها الاشغال على مستوى ديال سيدي مومن، اللي كنطمحوا بطبيعه الحال بانها تجود وتكون في احسن الامور. كذلك نقطه اخيره كانت حول النشيط الاجتماعي والثقافي، وشفنا تذمر بعض الفنانين المحليين على مستوى ديال سيدي مومن، واللي بطبيعه الحال حنا متضامنين معهم هذا الباب هذا، لان الانشطه في الاصل حنا الدور ديالنا كمقاطعه هو المساهمه في التنشيط الاجتماعي والثقافي والريادي. اليوم كنشوفوا بانه الاتفاقيه هناك اتفاقيه مع شي مؤسسه او شركه معينه هي المستفيد الاكبر من هذه الميزانيه اللي كاينه، واللي كتحدد تقريبا في واحد 2 مليون ديال الدرهم. هذه الميزانيه هذه اليوم ما كتشوفوش الحضور ديال الانشطه المحليه والاستفاده ديال الجمعيات المحليه. اللي كنقولوا الاستفاده ديال الجمعيات المحليه ما كنتكلموش على الابواب المفتوحه، اي جمعيه جات خطات، ولكن كنتكلموا على مبادرات ديال التنشيط كما كان قبل. كان ربيع سيدي مومن، كان واحد مجموعه الفضاءات ديال المسرح، كان واحد مجموعه الامور ديال السهرات فنيه محليه اللي كيستافدوا منها النشطاء الثقافيين والفنيين المحليين ديال سيدي مومن. هادو كانوا اهم النقاط، وبالتالي كنطرحوا اليوم يعني خصنا يكون عندنا تصور واضح الميزانيه، خاصه احنا في الولايه الاخيره، يعني في السنه الاخيره من الولايه الانتدابيه، وما يكونش واحد الاستغلال انتخابوي لهذه الاشغال وهذه البرامج اللي كدار. هذه برامج اللي هي مفروضه عندنا كمجلس، واللي مفروضه على المجلس بانه خصو يخرجها، ماشي منا من الساكنه ديال سيدي مومن، وماشي منا من اي احد. هي برامج اللي كتجي في اطار اعاده التهيئه ديال المدينه ديال الدار البيضاء والاستفاده ديالها من المشاريع ديال الموديل ديال 2030، واللي خاصنا نطرافوا اكثر باش المنطقه ديال سيدي مومن تستافد، لانه لما استافدش هذه فرصه كبيره مكتوبه عندنا، وخاصنا نطرافوا اكثر باش نزيدوا نستافدوا اكثر. وشكرا. شكرا.